في اختصار عندنا موجود في برنامج الاكسل ما ينفعش ما تبقاش عارفه. الاختصار ده اوتو سم او الت ايكوال. احنا هنا عندنا مجموعه من الايام عايزين نجمع الارقام بتاعتها بسرعه جدا، وانا مكسل اكتب يساوي صم، مكسل. فالمهم هبدا استخدم الاوتو سم ده واشوف قد ايه هو هايل جدا. فانا هاجي هنا في السل دي، هقوم جاي عامل كده الت ايكوال، هتلاقيه اوتوماتيكلي لوحدك عمل له يساوي صم، فتح لك الاقواس، اختار لك اقرب ارقام، وبيبدا يقول لك ايه، هل انا كده صح ولا ايه؟ يعني شوف انا كده صح ولا لا، عشان تدوس انتر وخلاص. فانت هتبص كده بصه، لقيت الارقام مظبوطه، هتقوم جاي دايس انتر، وبكده تكون جمعت. طيب لو عندك هنا مجموعه من الارقام وانت عايز تحددهم، ولا عايز تبص على يساوي ولا صم، انت عايز الاجمالي وخلاص، كل اللي عليك انك هتيجي كده تعلم على الارقام دي، وتعلم على الخليه الفاضيه اللي انت هتبدا تجمع فيها، وتدوس الت ايكوال. مش هيجيب لك صم، مش هيجيب لك يساوي، مش هيجيب لك اي حاجه، لان انت بالفعل محدد له الارقام اللي هو هيبدا يجمعها. دلوقتي انا هنا عندي مثال عباره عن شركه فيها 4 فروع، وجايب لك النص الاولاني مبيعاته بالمليون جنيه. دول ال4 فروع مطلوب منك انك تجمع الصفوف عشان تشوف اجمالي كل فرع، وتجمع الاعمده. طبعا لو انا جيت هنا قمت جاي مثلا عامل ايه، صم كده، قمت جاي عامل اوتو فيل، وجيت هنا مثلا عملت اوتو صم برضه، قمت جاي عامل اوتو فيل، تمام شغاله معاك، لكن اخدت وقت. تعالى بقى بص في ثانيه هنعرف نجمعها ازاي. كل اللي عليك انك هتقوم جاي مجمع كده الارقام دي، محددها، ومديله عمود فاضي عشان يبدا او يفهم انك هتجمع الصفوف، ومديله صف فاضي عشان يبدا يجمع فيها الاعمده، يبقى هو كده فاهم اللي هو هيجمع صفوف واعمده. احنا كده خلاص حددنا، هتدوس الت ايكوال، هتلاقي الارقام اتجمعت في اقل من ثانيه. طبعا انا عندي في زرار برضو للاختصار ده، علشان برضو انت تبقى عارف كل حاجه. من قائمه هوم عندي زرار هنا كده اسمه اوتو سم، لو دوست عليه هتلاقيه بيجيب لك اللي هي الصم والافريج والكاونت نمبر والماكسيمم والمينيمم، ودي شويه معادلات لسه هنبدا نتعرف عليها، وممكن كمان تضيف له معادلات تانية. فاحنا هنا احنا بس بنعرف الاختصار دلوقتي هو الت يساوي، اللي هو هايل جدا. بس انا لو جيت كده دوست على الزرار ده كده، هتلاقيه عمل لك برضو الاوتو سم اللي انت عملتها بالاختصار.